أهلا بيكم. النهاردة عايزين نتكلم على قصة هي في بنظنها ممكن تبان بسيطة، لكن يعني عايز أقول لحضرتك مهمة جدا 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 لحضرتك. استخدامك لمية النار عشان تنظف بيها، أو بعض الناس بعتوا بيقولوا إن هم بيلمعوا الرخام والجرانيت بيها، او انه هو في بتوع السيراميك بيشتغلوا بعد ما يخلصوا بيمسحوا بميه نار عشان يشيلوا اثار الاسمنت من على السيراميك والحاجات اللي زي كده. يا جماعه، هي راس مال الصنايعي ايه؟ راس مال الصنايعي يعني نمره واحد صحته، مش كده؟ وميه النار دي بتاثر على صحتك ولا ما بتاثرش؟ بتاثر قولا واحدا، بتاثر. مش هنخش في تفاصيل كتيرة، لكن حضرتك عارف انها بتأثر. فانت راس مالك الكبير قوي، الجزء الكبير قوي سمعتك وايه وصحتك. فصحتك دي هي 75% و25% جنبها سمعتك. النهارده تخسر 75% من راس مالك وتشتغل بميه نار؟ طب هتقول لي ايه البديل؟ هقول لك ما تتابع الفيديوهات بتاعتنا اللي هو شامبو الاحجار وهنرجع نشرحها لك تاني. حاضر. لكن يا جماعة حافظوا على صحتكم أرجوكم، دي راس مالكم. هنكمل وإحنا بنشرح الفيديو بتاع شامبو الأحجار. شرفتونا.